السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كعادة فيديوهاتنا الأخيرة الكلام على المهاجم الأبرز في الدوري المصري وهو وسام أبو علي. وسام أبو علي بيقدم مع الأهلي نسخة مهاجم من طراز رائع جدا جدا جدا، وربنا يبعد عنه الإصابات. الراجل النهاردة بيسجل هاتريك في المقاولين العرب. الراجل وصل 18 هدف، مهاجم بمعنى الكلمة. القطعة اللي كانت مفقودة في النادي الأهلي وجد ضالته في هذه القطعة وهي المهاجم. تخيل معايا كده إن وسام أبو علي، تخيل إن وسام أبو علي يجي له مهاجم تاني جامد جدا، وتلاقي المنافسة عاملة إزاي بين وسام أبو علي والمهاجم اللي هيجي. النادي الأهلي فعلا هيكون الموسم القادم هتتفرج على كورة، فعلا الأهلاوية يتفرجوا على كورة. الراجل بيعمل كل حاجه في الكوره بصراحه. من ايام عماد متعب، وقلتها في الفيديو اللي فات، من ايام عماد متعب احنا ما اتفرجناش على كوره بالجمال ده ومهاجم بالجمال ده. الراجل بيستلم تحت ضغط، الراجل بيسدد، بيلف على كعب رجله وبيحط كوره عكس حارس المرمى. كل الدنيا بتقول ان الهدف الاول في المقاولين العرب وسام ابو علي هيلعبها في البعيده، ولكن وسام ابو علي لعب الكوره في مكان ما فيش حد فكر فيه اصلا غير واحد بس، وسام ابو علي. ولو هنرجع بالذاكره شويه، هو عماد متعب. وطبعا فاكرين الاهداف الجميله دي، وابرزها الهدف الجميل جدا اللي سجله عماد متعب في الاتحاد الليبي. من يوم ما كان عماد متعب في الملاعب بصراحه ما شفتش نسخه، يعني صوره بالكربون من عماد متعب. هو الراجل ده استلام تحت ضغط، تغيير وضع جسمه والتسديد، وعارف طريق الجول، وهو ظهره للجول وشه للجول. بأي وضعية الراجل بيسجل بسم الله ما شاء الله، وبيعرف يسجل رأسيات. يعني مهاجم متكامل، يعني مش عايز اقول متكامل جدا، ولكن هو شبه متكامل. والراجل 18 هدف، فما بالك الراجل ده لو جاء من اول السيزون كان عمل ايه؟ الراجل ده لو شارك معانا من اول الموسم كان عدى ال 40 هدف او ال 35 هدف، وانا اللي بقول لك. ولكن الحمد لله لقينا مهاجم بمواصفات أوروبية، والراجل 5 مباريات متتالية مان اوف ذا ماتش. 5 مباريات متتالية رجل المباراة. مفيش حد في الدوري طبعا عملها، ولكن وسام ابو علي بيقدم مستويات اكتر من رائعة. الراجل ده انا قلت في الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله ان وسام ابو علي هيكون مهاجم سفاح لو اشتغل على كده، واشتغل وفضل شغال على كده وما اتصابش ان شاء الله. يعني ربنا يبعد عنه الاصابات، هو وكل اللاعيبه طبعا في جميع الانديه مش النادي الاهلي بس. ولكن الراجل ده لو فضل على كده وسام ابو علي هيكون سفاح بمعنى الكلام. والكلام ده انا قلته وقلته في كذا فيديو ليا، والفيديوهات عندكم ممكن تشوفوها. قلت الكلام ده في كذا فيديو، واتكلمت على وسام ابو علي انه هيكون مهاجم جامد جدا في النادي الاهلي، وقد كان. وان شاء الله النادي الاهلي فاضل له نقطه واحده ويحصد لقب الدوري الممتاز. باذن الله هنشوف نسخه الاهلي الذهبيه الفتره اللي جايه. طبعا الاهلي بيقدم مستويات اكتر من رائعه، ولكن احنا عايزين كره قدم، عايزين نتفرج على اداء ونتيجه. طبعا الاداء والنتيجه موجودين، ولكن احنا كجمهور اهلي، برضو قلت الكلام ده قبل كده في فيديو، جمهور طماع بطبيعته، بيحب يكسب ونتيجه واداء. ولكن الحمد لله على المكسب. هارد لك المقاولين العرب. طبعا المقاولين العرب كده مفيش خلاص اي منافسه انه يفضل في الدوري. فاضل له مباراتين وعنده 25 نقطه، فما فيش اي منافسه انه يفضل في الدوري الممتاز. وتقريبا رسميا هبط المقاولين العرب. طبعا هارد لك. انا كان نفسي المقاولين يقعد في الدوري، ولكن هارد لك المقاولين العرب، وجود لك وسام ابو علي اولا، وبعد كده النادي الاهلي. والسلام عليكم.